هيا بنا لنبدأ القصة من أولها. في يوم رأى الإمام أبو حنيفة رؤيا، رأى أن شجرة كبيرة خرج منها فرع ضرب خنزيرا على رأسه، فتحول الخنزير إلى عابد لله، فذهب إلى أستاذه حماد قال: يا أستاذنا، إني رأيت في الرؤيا كذا وكذا، فما تأويل رؤياي؟ قال له أستاذه: يا أبا حنيفة، دعني فإني مهموم حزين. قال: وما بك؟ قال: إن الملاحدة أصحاب العقول الشيطانية الحيوانية، إن الملاحدة يطلبون المناظرة، واختارني أمير المؤمنين لأناظرهم، وأخاف أن يفتن الناس، يخاف أن يهزم أمامهم فيفتن الناس. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه: هذا تأويل رؤياي. قال: كيف ذلك؟ قال: أما الشجرة فهي أنت، وأما الفرع فهو أنا تلميذك ومنك، وأما الخنزير الذي سيضرب هو هذا الملحد إن شاء الله، أرسلني لهم، فإن غلبتهم فأنا منك وقد انتصر التلميذ، وإن غلبوني فقد بقي الأستاذ، تناظرهم بعد ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة، وهو من هو؟ الإمام الشافعي مدحه مدحا يقول: إن الله أعطاه عقلا قل نظيره. فدخل وجمع الناس لسماع المناظرة، وبدأت الأسئلة. قال له الملحد: تسأل أنت أم أسأل أنا؟ قال أبو حنيفة: سل أنت. فقال الملحد: متى ولد ربك؟ لا إله إلا الله. قال الملحد لأبي حنيفة: متى ولد ربك؟ قال أبو حنيفة: إن الله هو الأول، ليس قبله شيء وليس دونه شيء، لا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان. قال الملحد: دعك من هذا كله، أريد إقناعا بالعقل. فقال الإمام أبو حنيفة: سأسألك سؤالا. قال: سل. قال: العدد 4، ماذا قبله؟ قال: 3. قال: وماذا قبل 3؟ قال: 2. قال: وماذا قبل 2؟ قال: 1. قال: وماذا قبل العدد 1؟ قال: لا شيء. قال: إذا كان الرقم 1 ليس قبله شيء، فما بالك بالواحد الأحد وهو الله؟ هذا هو السؤال الأول. ثم سأله قائلا، هو يتكلم بالعقل: صف لي ربك، أصلب كالحديد أم سائل كالماء أم غازي كالدخان؟ فقال له أبو حنيفة: أسألك. قال: سل. قال: هل جلست يوما بجوار رجل حضره الموت؟ قال: نعم. قال: ماذا حدث لما مات؟ قال: خرجت روحه. قال: صف لي روحه، أصلبة كالحديد أم غازية كالدخان أم سائلة كالماء؟ قال: إن الروح لا ترى. قال: إذا كانت الروح من خلق الله ولا تستطيع أن تصفها، فكيف بخالقها وهو الله؟ فسأل ثالثا، قال له: أين يتجه وجه ربك؟ إلى اليمين أم إلى الشمال أم؟ فقال الإمام أبو حنيفة: لو جئنا بمصباح
في غرفة ظلامها دامس حالكة السواد، ثم أشعلنا هذا المصباح، أين يتجه نوره وضوءه؟ قال في كل اتجاه. قال إذا كان المصباح المخلوق الصغير يتجه ضوءه إلى كل اتجاه، فكيف بالله والله نور السماوات والأرض؟ فسأل قائلا قال له إنكم تقولون إن الله قدر كل شيء، فلماذا يقدر المعصية ثم يقدر العقاب عليها؟ إذا كانت المعصية حدثت بقضائه وقدره فلما العقاب؟ ثم كيف يكون إبليس من النار ويعذب بالنار؟ فقال أبو حنيفة لحظة، وذهب فأحضر قطعة من الطين صلبة، حتة طوبة يعني، فضربه في رأسه فسال دمه. فقال الملحد عاقبوه، ضربني وآذاني. قال بس ضربي له إجابة على السؤالين. كيف ذلك؟ قال أنا لما ضربته بقدر الله، قدر الله أن أضربه، فلماذا طلب أن أعاقب؟ لأن العقاب هو عدل الله سبحانه. هذه واحدة. أما الثانية يقول كيف يكون إبليس من النار ويعذب بالنار؟ هو خلق من الطين، والذي ضربته به شيء من الطين، فكما أثر الطين في الطين فسال دما، كذلك يكون إبليس من النار ويعذب بالنار. فطبعا الملحد تعب، فقال له هل رأيت ربك؟ انت شفت اللي خلقك؟ لا إله إلا الله. عقول تعبانة والله، قديما وحديثا نفس الأسئلة دي، هل رأيت ربك؟ فقال أبو حنيفة هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون. أين عقلك؟ هل رأيته؟ هذا هو العقل. نحن لا نعرف العقل ولم نره، إنما اللهم لا تسلب منا عقولنا يا رب. لو سلب عقل الإنسان ربما تجرد من ثيابه ومشى أمام الناس. لو سلب عقل الإنسان لربما قتل أباه وأمه وأولاده. لو سلب عقل الإنسان لأصبح خطرا على كل من يعيش معه. إذن النعمة التي أنعم الله بها علينا والله لا تزنها أموال الدنيا. من الذي يبيع عقله ب100 مليار دولار؟ من؟ والله لن تجد أحدا يوافق بهذا. فقال له الرجل إنكم تقولون الذين سيدخلون الجنة سيأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يتبرزون، بالبلد يعني ما بخشوش الحمام، فكيف ذلك؟ فقال له أبو حنيفة هل رأيت الجنين في رحم أمه؟ قال نعم. قال يبقى 9 أشهر يأكل ويشرب من أمه ولا يقضي حاجته ولا يتبول، والذي فعل هذا في رحم الأم الضيق قادر على أن يفعل هذا في جنة عرضها السماوات والأرض. فمن القادر المقتدر؟ الله. فبهت الملحد وضرب من أبي حنيفة بهذه الإجابات، وتاب وأناب إلى الله وأصبح من المؤمنين. وتحققت رؤيا أبي حنيفة